هقول لك على 9 حاجات لو عملتهم ان شاء الله مش هتسرح في الصلاة ابدا. اول حاجة انك تدعي ربنا انه يرزقك الخشوع وما تسرحش. تاني حاجة انك تروح تصلي في المسجد قبل اقامة الصلاة وتصلي السنة القبلية. تالت حاجة لو امكن يكون عندك لبس مخصوص للصلاة، ويا سلام كمان لو عندك طيب كده تحط منه عطر يعني جميل كده. رابع حاجة احفظ ايات جديدة من القرآن وصلي بيها، كفاياك اذا جاء نصر الله والفتح اللي بتصلي بيها بقالك 50 سنة دي. خامس حاجة ارتباطك بورد قرآن ثابت يوميا وقيام الليل، حتى لو حاجة بسيطة خالص، يعني حتى لو آية واحدة يوميا وحتى لو ركعة واحدة يوميا بالليل كده قبل ما تنام، لها تأثير عجيب في موضوع الخشوع. سادس حاجة استشعارك انك واقف قدام ربنا، واقف قدام ملك الملوك، واستشعارك كمان ان دي ممكن تبقى اخر صلاة ليك، هيفرقوا معاك جدا والله في موضوع الخشوع. سابع حاجة ادخل كل صلاة كأنك داخل تحدي. تامن حاجة ما تنساش تدعي بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تاسع حاجة خف من ذنوبك شوية واستغفر